عارفين احلى حاجة في الطبيعة بتاعت ربنا ايه؟ انك تقعد كده في مكان هادي، وانك منظر النيل وراك. هوريكم منظر النيل دلوقتي، حاجة تحفة. المكان ده موجود في المنيا، في ملاوي بالتحديد، قرية اسمها دير الملاك. قرية دير الملاك دي فيها نادي كبير قوي، هوريكم تفاصيله دلوقتي. منظر تحفة. انا عن نفسي باجي هنا في شم النسيم، بقضي انا وولادي هنا احلى شم نسيم. تابعوا معايا الفيديو ده. منظر النادي من جوه، دي تعتبر غرف نوم اللي بيحب يجي يسهر بالليل او ينام بالليل. هنا في هنا غرف نوم، هنا في العاب، في حاجات حلوه هنا كتير اهو، زي ما انتم شايفين كده، جناين وكراسي، وفي ناس ما تبقى موجوده في المكان هنا على طول. ده المنظر زي ما انتم شايفين كده، بيبص على النيل على طول اهو. ده نهر النيل اهو، زي ما انتم شايفين. طبعا عشان نهر النيل اليومين دول المية نازلة، المنسوب بتاع المية نازل، فزي ما انتم شايفين كده اهو. هنا جوه في النيل، في زي ما انتم شايفين كده، في حاجة اسمها بيسموها هريفة. عندنا هريفة دي منطقة كده جوه النيل، بتبقى مية لما نازلة الرملة دي بتطلع في نهر النيل. وده منظر نهر النيل اهو هنا كده. دي قرية اسمها دير الملاك، موجودة في مركز ملاو محافظة المنيا. وده النادي اهو، هو نادي بسيط لكن ناس كتير قوي بتيجي النادي ده علشان تقضي فيه يوم حلو ويوم مش مشمس. وكل عائلات بتيجي هنا، عائلات وشباب وبنات وأطفال، كل حاجة حلوة فيه هنا. ده ركن هنا برضو مخصص للعائلات جوه النادي برضو. كان في تطور جامد فيه في الفترة اللي فاتت دي، كان الأرض هنا مش معمولة كويس، لكن بصراحة اهتموا بيه جدا. والركن اللي هناك ده مخصص للأطفال. تعالوا كده نشوف الحاجات البسيطة اللي موجودة جوه النادي، لكن الناس بتيجي بتكون مبسوطة وفرحانة. ده هنا الجزء ده مخصص للأطفال، مراجيح للأطفال أهي هنا، يعني زي ما شايفين. هو لابد منه يتطور شوية كمان، لكن عايز أقول برضو الناس والأطفال بتكون مبسوطة في النادي ده، لدرجة إنهم مش عايزين يسيبوا الألعاب. هنا أهو أطفال أهي. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the سلك شائك fakeness. طبعا بحديد علشان الأطفال، ونهر النيل طبعا برضو حماية للأطفال زي ما انتم شايفين اهو، بطول المبنى نفسه كله علشان الأطفال وحماية الأطفال من نزول في نهر النيل. نعم. احنا في النادي بنعمل ايه؟ نتصور وايه تاني؟ ونتفسح. نتفسح مع بعض. انت مبسوط؟ مبسوط. دي برجولات طبعا عاملينها عشان لما يكون في شمس الناس تقعد تحتيها اهي، كلها معمولة بالرخام بلاط. وده المنظر العام للنادي زي ما انتم شايفين كده، مساحته كبيرة قوي وحلوة يعني عدد مش بطال بيكون موجود فيه في خلال اليوم العادي يعني. لو حابب تيجي تقضي يوم حلو كده، للناس المتواجدين في محافظة المنيا، لو حابب تيجي تقضي يوم كده في النادي ده، هتقضي يوم حلو جدا جدا جدا. منظر البديع اللي انتوا شايفينه ورا ده على طول. المكان ده موجود في مركز ملاوي محافظة المنيا.